يا صباح السعادة والجمال، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان. طبعا كلنا شفنا الصور بتاعت الفنان أحمد الفيشاوي وهو بالتاتوهات، ومعرفش كان في حلق ولا لأ، وهو في رمضان بيصلي وبيسبح، وهو في الحرم بيعمل عمرة. طبعا يعني أنا لقيت نسبة السلبية والنيجاتيفيتي كتير قوي. أنا الموضوع ده بيضايقني بصراحة يا جماعة. دلوقتي حد انت هريته نقد لما عمل حاجات كتير وحشه، لما جه يعمل حاجه حلوه تكمل تريقه عليه؟ يعني بلاش يا جماعه ناخد توكيل من الشيطان ونقوم بواجب الشيطان ان احنا نهبط الناس لما تيجي تعمل حاجه حلوه، حتى لو نفاق، حتى لو رياء. يعني انت متخيل ان سيدنا عمر بن الخطاب اسلم لما كان واخد سيف ورايح يقتل النبي؟ انت متخيل ان سيدنا حمزة اسلم لمجرد انه كان بيدافع عن النبي وخدته الحمية والسخونية وسخر للنبي في خناقة فقال انا على دينه؟ يعني ليه يا جماعة بنهبط الناس لما يجوا يعملوا حاجة كويسة؟ والله انا بالنسبة لي حتى لو الشخص بيعمل الحاجة الكويسة رياء. يعني انا، بصوا احنا مش هننصب نفسنا بالنيابة عن ربنا ونقول ده ربنا هيقبل منه وده ربنا مش هيقبل منه، لان مفيش حد عنده الحق ده غير ربنا سبحانه وتعالى. دي اول حاجة. تاني حاجة، يعني في حديث او في رواية صحيحة ان الناس لما بيقعدوا يذكروا ربنا بتخشاهم الملائكة وربنا يخشاهم برحمته، فيجوا الملائكة يقولوا ربنا وهو اعلم ان يعني في فلان قاعد معاهم في الذكر هو جاي لمصلحة دنيوية وربنا أعلم طبعا. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول لهم هم السعداء لا يشقى جليسهم. يعني ناس قاعدة بتذكر ربنا أو بتصلي وجي واحد يقضي مصلحة قاعد معاهم فالرحمة شملته معاهم. شوفوا رحمة ربنا. فلما رحمة ربنا بتبقى بتشمل كل الناس وعفو ربنا بيشمل كل الناس، لكن المخلوقات المخطئة اللي زينا هي اللي ما يعني شايفه ان هي اللي بتقسم عفو ربنا وبتقسم رحمه ربنا. انا مش عشان احمد الفيشاوي بس، انا عموما يا جماعه يعني فنان او اي حد يعمل مائده رحمن تتريقوا عليه، يبني جامع تتريقوا عليه، يعمل عمره تتريقوا عليه. بلاش والنبي تبقوا نواب عن الشيطان وتهبطوا اي واحد بيبتدي خطوه ايجابيه وخصوصا ناحيه ربنا. العاده دي سيئه جدا، ويعني بلاش، صدقوني بلاش. يعني شدوا بايد الراجل وخليكوا واقفين جنبه زي ما اتريقنا عليه في الحاجات السلبيه، خلونا نعينه ونساعده في الحاجات الايجابيه. وزي ما بيقولوا مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. صباح السعاده.